حوشي عناقيد العنب قبل دخول المدارس عليكي، واستعدي بقى للدراسة بفكرة وسر. ده احنا عشنا طول عمرنا بنرمي عنقود العنب الفاضي ومحدش يعرف قيمته. ده طلع بجد اختراع. بعد ما تخلصي كده العنقود وتاكلي العنب اوعي ترميه، وتعالي اقولك هنعمل بيه ايه. ده هيوفر وقتك ومجهودك، وبجد هتدعيلي على الفكرة دي. ده احنا طول عمرنا بنرميه في الزبالة ومحدش يعرف قيمته خالص، وانا كنت واحدة منكم. تعالي بقى اقولك النهاردة هنعمل بيه ايه. بصي بقى يا ست الكل، لما تجيبي بقى كيلو عنب او 2 كيلو، بدل ما تحطيه على طول عندك جوه التلاجة، لا هاتي كده العناقيد اللي بتبقى موجودة جواه بالشكل ده، وحاولي ان انت تعملي الموضوع ده ويكون العنب يكون لسه طازه وفريش، ما تكونيش حطيتيه في التلاجة وبعد كده تاخدي العنقود، لان العنقود بتلاقيه نشف بسرعه معاكي. احنا عايزين العنقود يبقى لسه طري، وتاخدي بقى 1 أو 2 أو 3 على حسب الكميه اللي انت هتجيبيها. تمام. وبعد كده هتجيبي بقى اي حله عندك، وهتاخدي العناقيد الفاضيه زي ما هي كده وتحطيها في الحله، وهتنزلي بكوبايتين من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه. ما تزوديش الميه كتير، يا دوبك كده بس تغطي العنب، يعني تضغطي عليه كده يا دوبك الميه ايه مغطياه زي ما انت شايفه. وبعد كده هتستخدمي ورق الغار، هتاخدي كده شويه منه، وهنستخدم كمان شويه حوالي معلقه كبيره من اكليل الجبل. وهتاخدي بقى المكونات دي وهتحطيهم على النار، وهدي النار خالص. خلي النار كده هاديه علشان الميه ما تنشفش بسرعه. انا عايزه المكونات دي تغلي مع بعض كويس جدا، يا دوبك النار تبقى عامله كده زي الشمع، يعني تكوني مهديه عين البوتاجاز خالص. تمام. وبعد كده اول ما يغلوا هتجيبيها وتبتدي ان انت تصفيها. خلاص احنا مش محتاجين كل اللي احنا حطيناه وكل الاعشاب اللي احنا حطيناها، احنا عايزين بس الميه زي ما انت شايفه كده. الميه دي هتسيبيها بقى تبرد، وهقولك هنعمل بيها ايه. ده طلعت كنز يا جماعه، والله العظيم فعلا اختراع هيريحك طول فتره الدراسه والمدارس، وبالذات لو انت معاكي بنوته صغيره، بجد هتدعيلي. تمام. زي ما انت شايفه كده هسيبها تبرد، وبعد كده هتجيب بخاخه وهحط الميه دي في البخاخه. عايزه اقولك بقى البخاخه دي بترشيها كل يوم الصبح كده لما تيجي تسرحي لبنتك وهي رايحه المدرسه، بيمنع الهيشان وبيتقل الشعر. ولو شعرك كمان انتي مقصف او بينزل بكميه كبيره، هيمنع التساقط وهيخليه تقيل ويبقى عامل معاكي زي الباروكه كده. وبجد روعه للبنات اللي دايما شعرها هايش وبتدور على حاجه تغذي الشعر وتمنع الهيشان. ده بقى حلو جدا سواء كان للشعر الناعم او الشعر الكيرلي، بجد بينعموا وبيطولوا وبيتقلوا، بجد تحفه عن تجربه. لبسي الكيس جوه المقشه وخليها بقى تكنس لوحدها، وخلصي شغل البيت في ثواني. بجد تسلم ايد اللي اخترع الفكره دي. هتجيبي كده الكيس وتلبسيها في المقشه. انا عايزاكي تتفرجي على الفيديو ده لحد الاخر علشان مليان افكار وحيل حلوه جدا هتسهل عليكي شغل البيت. وعايزاكي ترفعي الفيديو ده باللايك بالله عليكي عشان تعبتي فيه جامد، وان شاء الله هتخرجي مستفيده بالافكار اللي موجوده. تعالي نبدا مع بعض باول فكره، وتعالي اقولك هنعمل ايه كمان بالمقشه. اول فكره هقولك على طريقه حلوه قوي تعمليها لو انتي بتحبي تشغلي البخور كده عندك في الشقه. تعالي اقولك هنعمل ايه. بعد ما تشغلي عود البخور زي ما انتي شايفه، هتجيبي كده ازازه صغيره، وتدخلي الازازه زي ما انتي شايفه كده في عود البخور، وخليها بقى تتملي بالدخان او الريحه بتاعت البخور اللي طالعه دي. هتتملي معاكي بالدخان زي ما انتي شايفه لمده 2-3 دقايق. اول ما تتاكدي ان هي اتملت خلاص بتطلعيها وتقفليها على طول. وتعالي بقى هقولك هنعمل بيها ايه. هتاخدي بقى شويه الدخان دول بالريحه الحلوه قوي بتاعه البخور، وتروحي على دولابك ودولاب الاولاد كمان، وافتحي بقى الازازه دي في وسط الهدوم. عايزه اقولك بتدي ريحه حلوه جدا وبتعطلك الدولاب بطريقه بجد جميله. بصي هتلاقي كل الدخان اللي احنا دخلناه جوه الازازه طلع معاكي، بس حاولي ان انت تقفلي الدولاب على طول زي ما انت شايفه كده. اول ما تطلعي كل الدخان اجري واقفلي الدولاب علشان تفضل الريحه موجوده. عايزه اقولك بتبقى ريحه حلوه قوي، كل اللي يفتح دولابك يقولك انت عامله فيه ايه بالظبط. جربي الفكره دي وهتعجبك جدا. تعالي اقولك على تاني فكره معانا النهارده. ساعات كتيره قوي بيعدي علينا ان احنا عايزين نشغل الساعه، وبتبقى ما عندكيش حجر اللي هو الحجر الكبير، عندك بس الحجر الرفيع الصغير ده، وفي نفس الوقت انت مش عايزه تنزلي دلوقتي. تعالي اقولك بطريقه
طريقة حلوة قوي بنعملها بورق الفويل. الحجر الصغير او الحجر البطارية الصغير ده هيقدر يشغل لك الساعة، برغم ان هو واسع على البطارية زي ما انت شايفة كده. بصي واسع ازاي. تيجي حاطة بقى قطعة الفويل بالطريقة دي، عايزة اقولك هيشتغل معاكي عادي جدا زي ما انت شايفة، والساعة اشتغلت معايا، وممكن تجربيها حاجة كده مؤقتة. تعالي بقى اقولك على فكرة الكيس في المقشة وهنستفيد ايه. بجد هتعجبك جدا الطريقة دي. لبسي الكيس جوه المقشة وتعالي نحل اكتر مشكلة ممكن تقابلنا. يلا بينا. بصي بقى يا ست الكل كده، هتجيبي كده المساحة واحنا بنمسح طبعا، سواء كنتي كانسة الارض او عاملاها بالمكنسة، لابد وانتي بتمسحي بالمساحة او بالشرشوبة في الاخر بتلاقي فتافيت وشعر كده على السيراميك. غصب عنك بتلاقي فتل صغيرة وشعر صغير، لا المقشة بتجيبه قبل المسح ولا حتى المكنسة. فانت هتعملي ايه بعد ما تمسحي بالطريقة اللي انت حباها؟ هتجيبي بقى المقشة وتلبسيها كيس وكأنك بتكنسي الارض بالظبط. عايزه اقولك هتلملك كل الفتافيت وكل الشعر والحاجات اللي الشرشوبه دايما بتسيبها في المسح زي ما انت شايفه كده. بجد بتبقى روعة. بصي فتافيت وحاجات صغيرة بتبقى دايما مكان الشرشوبة. طيب ما تقولي ما انا ممكن اعملها بالمقشة من غير الكيس. لا، لو انت عملتيها بالمقشة من غير الكيس، المقشة هتلاقيها اتملت مية نتيجة استخدام الشرشوبة، وبعد كده لما تيجي تكنسي بيها هتلاقيها اتملت تراب وبقت مش نظيفة. اما الكيس هيأدي نفس الغرض، بس هيحافظ على المقشة ان هي ما تتبلش معايا مية، علشان اقدر استخدمها بعد كده في كنس التراب عادي من غير ما تتبهدل معايا.